ازيكم يا حلوين، ازيكم يا حبايب قلبي. النهارده جاي اشرب فنجان القهوه معاكم وانا متعصبه خالص خالص. دينا 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 اقول لكم ايه على دينا ولا ايه؟ كل يوم تعمل حاجه. دي فاكره نفسها مين؟ دي دي وجعت لي دماغي، دي بقى تتصرف وكأنها صاحبة البيت. ده شريف نفسه نسي انه ليه امبارح عملت اكل من غير ما تاخد رأيي. هو ايه ده بيت ابني ولا بيتها ايه؟ هي نسيت ست دينا. ايوه يا ماما، ايوه. اصلها ما تعرفش اننا اهل شريف، ولما ندخل البيت بندخل نظبط الامور. ايوه نظبطها، مش نخرب. ده بيت اخونا، بيتنا. هي شايفة نفسها على ايه؟ مش عارفة. المفروض اي حاجة عاوزة تعملها في البيت تاخد رأينا. احنا اصحاب البيت مش هي جاية على البيت، جاية عندنا، مش جاية تؤمر وتعمل وتظبط. لا، احنا اللي نظبط كل حاجة. ايوه امال، احنا اهل شريف، احنا اصحاب البيت. مهم. هي بس بتشتغل في البيت. ايوه كده. يعني هي لازم تفهم الاسلوب بتاعنا ده. دي قوانين بيتنا، دي قوانين عيلتنا، ده سلو بلدنا كده. وهي مش عارفة أهل الجوز بيعملوا إيه. ده احنا ملايكة معاها، هي تيجي وتشوف أهل الجوز بيعملوا معايا إيه. بس أنا حطيت لهم خط أحمر يمشوا عليه، ما يتدخلوش بحياتي خالص. احنا أهل شريف، عادي نتدخل ونعمل اللي احنا عاوزينه. بس هي ملهاش دعوة بحاجة خالص خالص. أيوة، ولا أهل جوزي لهم دعوة بحياتي خالص. أيوة، إحنا أهلي مع بعضينا، إحنا وشريف. مم. أيوة كده. لك لا تقولي لي حتى أنا جاي معدتي عم تفرك من لما عم تفرك فرك. لك لما هاي البنت شو عم تعمل وشو عم بتساوي؟ عم تلبس مكياج وتطلع من غير إذن. وين الاحترام للزوج وأم الزوج؟ ما بتحترمنا، لك ما بتحترمنا. بتطلع وقت ما بدها وبترجع وقت ما بدها. لازم حط لها حدود. هاي لما لك رح تجلطني. لما قال انت جاي تشربي فنجان القهوة وراسك بوجعك من دينا. لك انا رح انجلط منها لما شو بدي اعمل فيها؟ أنا كمان امبارح فتت على غرفتها وفتحت خزانتها. شو هالفساتين هدول؟ ما بيلبقوا بالمرة اللي لبسنا. قلت له لسامر حبيبي، بدك تحدد مصروفها لمرتك، مو كل يوم لبس جديدة وكل يوم شغلة جديدة للبيت. خلاص بكفي. لك مصاري قاعدة بتتمصرف فيهم. ايه ضبوا مصاريهم. شو هيدا؟ ايه وانا قلت له يا ابني بيتك بيعكس مرتك، وهي لا بتعرف تنظف ولا بتعرف تطبخ. والله ما بعرف ليه حاوية ما بعرف. ايه ما بعرف. بعدين انا كل يوم انا ونورا بنمسك البيت وبنعزله. كل يوم تخيلوا، ما منلحق عليها الشغل. ترمي كل شي وين ما كان. المطبخ مثلا بتشرب كاس المي بالزتة. وما بتعرف تطبخ. اذا قلتي لها اشتري البصلات بتحس البيت كله صار بصل. اذا قلتي لها نقي لي البقدونسات كل البيت بصير بقدونس. وبتروح بتحط راسها وبتنام. يعني انتو كملوا. الله اكبر. شو هيدا ولا بتعرف شي غير تلبس تصرف تتمكيش تطلع. هيدا اللي بتعرفه. الله يعينك يا ابني يا سامر. عزيانك رود. شو بدي تاكل عن روان. كلب تكولن عن دينا وعن لما يا حبيبي. قلكم روان
جلطتني إلا شحطة بتجلط وبتجلط هاي الكنة. قال كنناها عشان شو نرتاح. وجعت لي كلبي وجعت لي كلبي. قال روان بتكرر لحالها وبتقول لك كرم أنا اللي بعرف مصلحتك. وكرم تغير ولكم إلها تأثير مش منيح عليه وبتبعدنا قاعدة عنه. بعدتنا عن ابننا. جبنا هالكنة نكننها ونخليها شو تصير منا وفينا. لا هاي بدها تاخده بزاوية لحاله إلها. ياما جلطتني. جاي أشرب قهوة أروق؟ لا والله جاي أكلكم على الجلطة تبعتي. أنا حكيت له لكرم فلوسك مش للتبذير يا أخوي. أنا بخاف عليك أكثر من مرتك وبحط كل تركيزي عبيتك لأنك غالي علي حبيب القلب أنت. مش للتبذير. فلوس أخوي بتعب فيهم وهي جاي تصرف بس داخلة على العيلة تصرف مش إشي تاني. بتفكرش أخوي حبيب القلب هذا حبيبي. أنا خلاص حمسك غلطة على دينا وأولع دينا ولازم شريف يعرف مين الملكة في البيت. أمال أنا الملكة مش هي. أنا ملكة البيت وبنتي الأميرة. لك عنه أنا رح أمسك كمان سامر وقل له إنه لما حكت علي بطريقة غير مباشرة طبعا وخليه راجع حساباته معها بلكي طلقها وتركها. خلص اليوم لازم أشتغل شغلي. لك كان خلص بكفي. شو وجعت لي راسي. لك كان وأنا كمان بس أروح البيت بدي أقول لكرم إنه روان ما بتكون العلاقة بيننا، هي بتفرق بيننا، داخلة على العيلة تفرق. فلازم لاقي حل. خلص كفي. أيوة وأنا كمان جاهزة. أخويا مش لازم يسمع كلمة مراته خالص قبل ما يرجع لأخته حبيبة قلبه. مش أنا أخته، أنا أخته حبيبته. وأنا كمان لازم كون الآمر الناهية ببيته لسامر. مثل زمان أول ما تجوزك كنت الآمر الناهية، بعدين قلبته علي. هلأ بدي أرجع العلاقة، إنه أنا أكون الآمر الناهية. أنا أختك اللي بخاف عليك. لكن أنا أخته مو مرته، أخته حبيبة قلبه أنا. كل واحدة فينا لازم تقوم بدورها، لأنه إحنا الأهل وإحنا الأصل، مش همي يعرفوا حدودهم. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه النهاردة؟ وحشتيني قوي. يا رب تكوني بخير. ازيك؟ طمنيني عنك يا عسل، انت يا عسل. أهلا يا حبيبي، أهلا يا شريف. كويس؟ عامل ايه؟ بس متضايقة شوية. انت يا شريف كلمت مامتك وقلت لها اني ما بعرفش اطبخ؟ جابت لي الصينية وقالت لي كلي منها علشان تتعلمي. ليه كده يا شريف؟ ليه عملت كده يا شريف؟ للدرجات انا ولا حاجة عندك؟ انا اقول عنك حاجة يا دينا؟ ده انت حبيبة قلبي، ده انت مراتي وحبيبتي. يمكن هي فهمت غلط، انا مستحيل ازعلك يا حبيبتي. لا في حاجة غلط أنا مش فاهمها، لازم أفهمها. بس أنا مستحيل أكلم ماما في أي حاجة عنك يا حبيبتي. ما تزعليش نفسك، انسي يا حبيبتي. كل يوم بتيجي تقولي طنط، تقولي حاجة، تقولي نصيحة. أنا عاوزة أنصحك يا بنتي، وبتشكك فيا، وبعدين قالت للناس إني ما بعرفش أطبخ. ده مش تدخل يا شريف. وبعدين أختك كمان قالت لي أنت جاية من بيت ناس بسيطة. يعني إيه قصدها؟ ليه ما توقفهاش عند حدها يا شريف؟ أنا تعبت خالص يا شريف.
لازم توقف معايا يا شريف. أنا ما كنتش بقولك حاجة، بس دلوقتي خلاص مش قادرة استحمل يا شريف. أنا بحاول ما أكبرش الأمور حتى لو نيتها طيبة هي وأختي. لازم نحط حدود، لأنه فعلا الموضوع زاد عن حده وبدوا يتجاوزوا الحدود بتاعتهم. أختي وأمي. ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، ما تزعليش. أنا هتصرف. أنا هتصرف وأكلمهم. ما تزعليش نفسك يا حبيبتي. عاملة لنا إيه النهاردة على الغدا يا حبيبتي؟ كيفك يا لما؟ شو أخبارك؟ اشتقتلك يا بنت عمي. كيفك؟ طمنيني عنك. ايه شو عملتي لنا اليوم على الأكل؟ ايش هالحلاوة هاي؟ لك شو هالحلاوة بتجنني. أهلين ابن عمي حبيب قلبي، تشكل قاسي. يا سامر أنا مو قادرة، لازم أشكي، وحتى لو هلا فايتني البيت لازم أشكي لك. مش قادرة أسكت، مش قادرة يا سامر. ضل خالته طلعت تقلي إني أنا ما بستقبلك منيح بس ترجع من الشغل، مع إني بحاول أرضيها وأرضيك. مو عارفة يا سامر، مو عارفة. وصارت عم بتزيد المشاكل كتير يا سامر. صارت تجيب لي أختك كل يوم بتجيبها، وكل يوم بقعدوا بيحكوا علي كلام بجرحني. أختك جايبت لي مفارش، عال فارشتن بغرفة القعدة. عال شو؟ هي هيك حابة بدون ما تسألني. شو كمان من كتر ما هي أختك حنونة وحابة نضلنا نفكر فيها، جابت صورها وحطتهم بدل صورنا بغرفة النوم. شالت صور عرسنا وحطتهم. عن جد أنا تعبت كتير وعم بقلها ليش شلتي صور عرسنا وحطيتي صور عرسك؟ قال شو؟ بتقلي عشان تضلوا تتذكروني، هيدا بيت أخي. عن جد تعبت كتير يا سامر. شو بدك تقول؟ قول عني. ما بعرف، مو قادرة اسكت، مو قادرة. حكيت والله غير احكي له اول ما يفوت من باب البيت. لا تزعل مني يا ابن عمي، بس انا خلص تعبت، عن جد تعبت. قال شو؟ بتصرفوا معي بنية طيبة. قال انا نيتي مو كويسة، قال انا بفهمون غلط. طب شو هيدا؟ طب هلا لو انا افوت على بيت اختك ولا انت تفوت على بيت اختك وتغير فيه زي ما بدك، شو بتقلك؟ بتقلك ما دخلك يا اخي. كتير تعبانة، بدي تلاقي لي حل يا ابن عمي. والله بحبهم بس بدك تلاقي لي حل. عن جد الموضوع زاد عن حده يا ابن عمي. لك هدي يا لما، لك شو مالك؟ لك يمكن نيتها طيبة، ليه انت مكبرة الموضوع؟ بس هي قالت لي انك انت اللي عم تتضايقي منها. مين فينا اللي عم بيغلط؟ مين فينا اللي عم بيوصل الصورة غلط؟ انتي ولا امي ولا اختي؟ لازم لاقي حل، لازم اكشف الموضوع فيه اشي غلط. لا تخافي، خلص ولا تزعلي حالك ولا على بالك. خلص هيدي امي وهيدي اختي وانا رح اتفاهم معهم. لا تخافي ولا تزعلي حالك ولا تضلك تضايقي حالك. يلا حطي الغدا، كتير جوعان يا بنت عمي كتير. حطي الغدا. كيف حالك يا روان؟ شو أخبارك؟ شو طابختي لنا اليوم؟ طمنيني عنك. كيف أمورك؟ إن شاء الله كل أمورك بخير يا حبيبة الكلب انتي. شو طابختي لنا؟ قولي اشتاق لطبخاتك الحلوين، ولك ميت من الجوع. أهلين يا كرم حبيب قلبي، يسعد قلبك، شو بحبك حبيبي. طابخت لك صينية دجاج مع بطاطا، وعاملة كمان ملوخية ورز، كتير رح تحبهم. كرم أنا مش قادرة أسكت، وهلأ أنت فايت وهلأ بدي أحكي، مش قادرة يا كرم خالته كل يوم ضلها تحكي لي روحي شوفي نسوان الحارة شو بيعملوا وشو بيساووا وشو بطبخوا وكيف بلبسوا، وهذا اللي بس بتلبسيه ضلها تبهدلني. كتير أنا متضايقة، وكل يوم عم بحس حالي إنه أنا ما عندي ثقة بحالي. وكل يوم قاعدين بدخلوا على غرفتي وببلشوا يفتشوا بأغراضي هي ودعاء، وبعدين
بعدين خالته بدها تحكي لي روحي شوفي شو كنت أطبخ، أنا أم كرم اللي كنت أطبخ طبيخي ما في زيه مش زي طبيخك، وبتبلش تعيط ما بعرف بتبلش تعيط وتعيط تدخل على غرفتها وبتسكر الباب بتصير تعيط بصوت عالي عشان الكل يسمع. ما بعرف شو بصير يا كرم، ما بعرف شو بصير. وبعدين ليش طب بدخل على غرفتي وفتشوا اغراضي وبزتولي كل اغراضي على الارض، كل يوم بلاقي نفس الحكي. وهذا اخوي بيشتغل انت بتضيع مصرياته. انا طب شو اعمل يا كرم، شو بدي اعمل يا كرم قولي. انت هدول اختك وامك بدي تحكي معهم، أنا كتير بحبهم بس ليش هيك بعملوا ما بعرف ونفسي أعرف. هلا لو دعاء حدا يفوت على غرفتها ويعمل معها هيك ما رح تزعل. طب ليه بتعمل فيي هيك دعاء؟ طب ما عندها بيتها وعندها خصوصياتها. بدي الحل يا كرم، لازم تلاقي لي الحل. معلش يعني عم بحكي لك وانت هلا فات بس مش قادرة يا كرم، مش قادرة خلص بطلت قادرة أتحمل. لا يا روان لا تكبري الموضوع يا حبيبة الكلب، يا حبيبة الكلب انتي لا تكبري الموضوع ولا تزعلي حالك. يمكن امي نيتها طيبة، يمكن طيبة، وبعدين والله ما قلتي لي انهم بفوتوا على غرفتك وبيلعبوا باغراضك خصوصا الدعاء، ما كنت اعرف، بس انا لازم اوقفهم عند حدهم، ما رح اسمح يستمر الموضوع هيك. يا حبيبة الكلب لا تزعلي حالك، يلا حطي لنا الملوخية وحطي لنا صينية البطاطا الزاكي زيك يا حبيبة الكلب، لا تزعلي حالك، يلا خلينا نتغدى أنا وياكي. ازيكم يا سامر وكرم، زمان عنكم وحشتوني والله، الدنيا مشاغل. ازيكم؟ أهلين شريف، كيفك؟ شو أخبارك؟ وأنت كيفك كرم؟ والله زمان عنكم. يعني لازم نعمل مواعيد مع بعض عشان نطلع، والله لازم نعملها كل أسبوع، مو بالشهرين 3 مرة. كنا احنا أصحاب مدرسة لكن طول العمر احنا مع بعض. ايه خلص، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، الزمان عنكن، وزمان على القعدة الحلوة معكن، والله قعدتكن ما في منا. أهلين سامر وشريف، أهلين فيكم. والله الدنيا مشاغل، مشتاق بس الدنيا مشاغل. كنا نعملها كل شهر، صرنا نعملها كل 6 أشهر وكل شهرين وكل 3، يعني على هوا الفضاوة يا جماعة الخير، على هوا الفضاوة. بس انتو بالكلب، انتو حبايب الكلب، انتو رفقة الدرب، انتو ما في زيكم ولا من صحبتكم. امهاتنا صحبة مع بعض وخواتنا صحبة مع بعض ونسواننا كمان صحبة مع بعض، يعني احنا عيلة واحدة. عيلة واحدة عن جد. بحبكم كلكم كأنكم اخوتي، وانتو اخوتي اصلا. عندي إحساس إنه مامتي وأختي بيعملوا مخططات على مراتي. مش عارف، أنا مش مع مراتي ولا مع أختي ولا مع أمي، أنا مع الحق. يعني أدخل البيت ألاقي مراتي تعيط، إيه مالك يا دينا؟ تقولي أمك وأختك. أروح لماما تقولي مراتك عملت ومراتك ساوت. أروح لأختي تقولي مراتك عملت ومراتك ساوت. إيه ده؟ دول بيعملوا خطط متفقين؟ إيه ده؟ أكيد عندكم نفس المشكلة، أنا متأكد. أنا متأكد. مش عارف يعني لازم نلاقي حل. مش عارف هم بيعملوا كده ليه؟ هم جوزونا عشان يعملوا لنا مشاكل؟ ايه ده؟ في حاجة غلط في الموضوع ولازم اعرفها. ايه يا شريف، وانا كمان عندي نفس المشكلة، كل ما بفوت على البيت بلاقي لما عم تبكي. لك شو بكي ولك شو بكي، ما بتقولي غير امك واختك وعم بيعملولي وعم بيساوولي. بطلت صدقها. بعدين بدخل لأمي بحكي معها بتشكي لي عن مرتي، بدخل عند أختي بحكي معها بتشكي لي عن مرتي. بعدين صاروا يشككوني فيها لما صرت شك فيها. ما بعرف ليش هيك عم بيعملوا فينا. على قولتك يا شريف هم جوزونا عشان يرتاحوا ولا جوزونا عشان يعملوا لنا مشاكل؟ والله أنا بطل فيي بروح من الشغل كتير تعبان بلاقي مرتي بتعيط، بفوت عند أمي بلاقيها بتشكي. مو عارف شو أعمل. لازم لاقي حل.
أي لازم لاقي حل أنا كمان، ما بزبط هذا الحكي. وأنا عندي كمان نفس المشكلة، بفوت على البيت بلاقي روان بتعيط، ولك شوفي يا روان، ولك هوليلي بتقولي أمك وأختك. بفوت عند أمي بلاقيها بتعيط، شوفي بضلها تلمح لي كلمات عن روان. طب يما شو عاملة روان، شو مساوي؟ والله صرت أشك فيها. بفوت عند أختي نفس الموضوع، مشاكل مشاكل. أنا مش عارف مين الصح من الغلط، هو مرتي ولا أختي ولا أمي؟ لازم ألاقي الحل. شو رأيكم؟ عندي اقتراح، شو رأيكم نراكبهم بما إنهم تنهارهم كعدات بالقهوة ونكشف المخطط تبعهم؟ يعني لازم نلاقي حل، حياتنا رح تخرب هيك. هم يجوزونا عشان يرتاحوا ونرتاح، ولا جوزونا عشان يعملوا مشاكل إلنا وإلهم؟ ها أنا بدي أراكب، شو رأيكم؟ طمنوني، ازاي مخططاتكم ماشية مظبوط ولا ايه؟ انا كل يوم بعمل لدينا مشكلة وشريف يدخل يلاقيها بتعيط وتعيط، وابني وانا عارفاه ما بحبش النكد خالص. بكرة يتركها ويسيبها، بكرة يسيبها لأنها نكدية. نكدية، هو ما بحبش النكد خالص، وابني وانا عارفاه، وحفضل اشتغل على الموال ده كل يوم لحد ما اطفشها. وانا كمان شغالة معاه بالزن، ولازم يسمع كلام اخته مش كلام مراته. عاوزة اعمل له غسيل دماغ عشان ينسى مراته خالص خالص، ويفتكر كلامي انا وبس، اخته وبس. ايوه. ماشيين يا ماما على المخططات، ما تخافيش يا حبيبتي. لا تخافي لا تخافي حبيبتي ام شريف، كلنا ماشيين على نفس المخطط. لكن قلت له لسامر انه لما قالت ما تسمع كلام امك انا رح اخليه يسمع كلامي وبس، وبلش يشك فيا لما لكن لك بعجبك انا ام سامر. لا تخافي يا خالته، لا تخافي يا خالته ام شريف. ايه بنسمع كلامك والمخططات ماشية 100%. اخي سامر هلا عم بصير عنده غسيل دماغ، ورح يرجعني على الآمرة الناهية في البيت مثل زمان. ايه لازم ضلوا يشك فيها لما لازم. لا تخافي خالته لا تخافي. عزيانك الرود يا ام شريف، ليش بدناش نسمع كلامك ومخططاتك؟ ولك انت كلامك درر ومخططاتك ما في زيها يا عيني يا ليل. ولك انا كرام من كثر ما صار يسمع كلمة روان وعملت روان ساوت، صار يتوتر منها من أكل كلمة، حتى روان صارت تتجنبه وتبعد عنه. هذا هو الشغل الصح. لازم أقهرها لروان. بدي أقهرها قهر، أنا دخلتها على العيلة عشان أقهرها، أخذ حكي. لا تخافي يا خالتي ام شريف، احنا ماشيين على خطاكي ومخططاتك يا حبيبتي الكلب. اخوي صار يعد الكرش والتعريف عليها، صار يحاسبها على كل اشي من كثر ما بكله مصاريك يا اخوي وتعبك يا اخوي، صار ينتبه لها. يا خالتي تخافيش يا خالته تخافيش. ايه ده يا جماعة اللي سمعناه ما يتسكتش عليه خالص. ايه ده إذا ما تصرفناش حنخسر حياتنا الزوجية بسبب أمنا وأختنا يا جماعة. إيه الجبروت ده في اللي فيهم؟ إيه ده؟ وفكروا إزاي؟ وأمي اللي بتخطط، أنتوا لاحظتوا أم المخططة ماشيين على خطاكي يا خالته أم شريف؟ مش سمعتوا الكلام؟ أمي اللي بتخطط وهم اللي بينفذوا. إيه ده؟ هم عاوزين إيه؟ لازم نوقف الموضوع ده. أنا بدي أعرف هذا اللي سمعته حقيقي ولا تمثيل، ولا عم بيمثلوا، ولا عم مش عارف شو بدي أقول لك، شو بدي أحكي.
هادي جبهة، فاتحين جبهة قتال، وأنا واقف بالنص، وأنتوا معي طبعا واقفين بالنص، نص النار، قاعدين بضربوا فينا، بضربوا في زوجاتنا. طب ليه؟ هم يزوجونا عشان يدخلونا حروبات؟ لك شو هيدا؟ لك شو هيدا؟ لا لا لا، هذا الحكي ما بنسكت عليه، بنوب بنوب، لا لازم نلاقي حل، لازم نلاقي حل، هذا الحكي ما بزبط. يا هم ليلي يا هم ليلي، مخططات كمان عاملات، بدهم يخربوا البيت ويقعدن على تلو. طب ليه؟ ليش بيعملن مشاكل؟ لا ليش وجعة الراس، ولا ليش كثرة الحكي اللي ملهاش داعي؟ بدهم يطلقن، بس يطلقن وجوزن، يطلقن وجوزن، مش عارف شو الهدف. طب ليه جوزتونا؟ خلونا قاعدين معاكم نتسلى مع بعض، ولا جايبات بنات الناس عشان يلعبن فيهن وبأعصابهن. والله مرتي كل يوم بتسم بدن، يا ويلي عليها، والله حزنت عليها. لا روان حزنت. اسمعوا، بكرة المواجهة، بكرة لازم نواجههم. تعالوا كلكم عندي على البيت، 100 أهلا وسهلا فيكم. بكرة لازم نقعد وننهي هاي اللعبة السخيفة. خلص بكفي بكفي، ترى زودنها كليتهن. خواتنا ليش بتدخلن كمان ببيوتنا يعني؟ ها؟ انتوا عارفين احنا مجتمعين هنا ليه؟ احنا اجتمعنا النهاردة علشان نحط النقط على الحروف، لأن اللعبة خلاص اتكشفت. ماما هالة دينا مراتي، وبيتي مش ساحة تدخلات. أنا بحبكم قوي، بس في حدود لازم تنحط، وفي خطوط حمراء لازم الكل يمشي عليها. أنت بتقول إيه؟ ده أنا أختك ومن حقي أتدخل. بس أنتي متجوزة يا هالة، وطول عمرك بتزعلي لما أهل جوزك يتدخلوا في حياتك، صح ولا لأ؟ أصلا ما بتسمحي لهمش يتدخلوا في حياتك، صح ولا لأ؟ قولي يا هالة. أيوة يا دينا، معاكي حق. أنا طول عمري بكره إنه أهل جوزي يتدخلوا في حياتي، وأنا بعمل نفس اللي بيعملوه معايا بعمله معاكي، بس أنا ما بسمح لهمش يتدخلوا. بس أنا سمحت لنفسي أتدخل في حاجات كتير، وتخطيت كل الحدود. سامحيني يا حبيبة قلبي، والله أنا ما كانش قصدي، مش عارفة عملت كده ليه. أنا أسفة قوي سامحيني. أنا بحبكم قوي، بحبك يا حماتي قوي، وإنتي كمان يا هالة، بس عاوزة نحترم بعض شوية، مش عاوزة أكتر من كده. حبايب قلبي انتوا، كنا مفتكرين إنه لما نتدخل فيكم ده حب، بس في الحقيقة إنه بعد، وتعلمنا المحبة بتبني والغيرة بتهدم. سامحيني يا بنتي، سامحني يا ابني، ربنا يخليكم لبعض وما يحرمنيش منكم خالص. ومن هنا والنهاردة مش هتدخل في أي حاجة خالص. سامحوني، بحبكم قوي. يا ما نورا، حبايب القلب انتو، على عيني وراسي حبايبي انتو ببو العين انتو، بس لما منا خدامة عندكم، هي شريكة حياتي. رجاء انكم ما تضلوا تعملوا مشاكل. احنا مو تجوزنا عشان ندخل ساحة معركة وكل يوم حروبات. كل واحد له احترامه. انتي ونورا على راسي من فوق، انتو العين اليمين ولما العين الشمال. ما بقدر استغني عنكن كلياتكن. هي شريكة حياتي وانتو ببو العين. انتي ببو العين يا مو، انتي ونورا، وهي الببو التاني. ايه، هي شريكة حياتي يا مو، هي شريكة حياتي. احنا مو داخلين نعمل مشاكل، برضاي عليكي يا مو. يو شو بك يا خيي حبيبي، انت انا اختك، لك انا بخاف عليك، بس هيدا خوف، بس هذا من خوفي عليك حبيبي.
ايه حبيبتي نورة، ايه حبيبتي، هذا ما اسمه خوف يا عمري، هذا اسمه عدم احترام. انت ما بتحترميني ولا بتحترمي خصوصياتي. احترام اهم من اي اشي يا قلبي. لازم يكون بيناتنا احترام. انت زي ما بتحبي حدا ما يتدخل في بيتك، انا كمان ما بحب حدا يتدخل في بيتي. صح ولا لا؟ اذا انا غلطانة قوليلي. ايه معك حق يا لما. ايه ما بحب حدا يتدخل في ببيتي. ايه معك حق، انا كتير عم بتدخل. سامحيني يا حبيبتي يا لما. ايه انتي مرت اخي، احنا مو داخلين معركة. ايه مزبوط. لا تزعلي مني وسامحيني، أمانة عليكي. يا سامر يا حبيب قلبي، شكلك فقدت الثقة فيي يا حبيبي يا سامر. رح أوعدك يا حبيبي إني يكون وحدة تانية بتحبكم، ما رح أتدخل في أي شي. هاي حياتكم وأنا ما إلي دخل. يا حبايب قلبي سامحوني، سامحوني. هلا صرت افهم انه الدعم احلى من السيطرة. لكان سامحوني يا حبايب قلبي، انتو امانة لا تزعلوا مني. أهلا وسهلا بالجميع، نورتونا. قعدناكم هاي القعدة معلش يعني ممكن شوي مزعجة، بس يعني لازم نحط النكت على الحروف. لازم يعني خلص بكفي يما يا حبيبتي. انتي ودعاء حبايب الكلب، انتو عراسي من فوق وانتو عيني الثنتين. وروان كمان مرتي حبيبتي، هي فاتحة بيتي وشريكة حياتي. يا حبايب الكلب، روان مش عدوتكم ولا انتو اعداء معها، وبيتنا يما مش شبهة. انتي ودعاء مش جبهات معركة. الله يسعدكن وخليكن إلي كلكن، انتن وروان وحبايب الكلب، وانتو عن جد حبايب الكلب. احنا كليتنا عيلة، وروان دخلت على عيلتنا، هسه من عيلتنا. بس هي تغيرت، احنا ما تغيرنا. هي اللي متغيرة. روان مش زي زمان، تغيرت. أنا ما تغيرت يا دعاء، ما بتغير ولا عمري رح أتغير. أنا تعبت عن جد. أنتوا عم تتدخلوا بشغلات كتير، كل يوم تدخلوا على غرفتي وتنكشوا بأغراضي. ولا هاي الخزانة كلها برا، كل يوم بضبط الخزانة بلاقيها برا. ليه بتفتشوا أغراضي؟ بفضل أعمل نفس الإشي. أو بتحبي حدا من أهل جوزك يدخل على غرفتك يعمل نفس الإشي، ما رح تسمحي له. أنا ما بتغير ولا عمري رح أتغير، بس انتوا خلص تعبت. أنا ما بتغير معاكم، بس عن جد انتوا تعبتوني. ما ضل عندي خصوصية في بيتي. معك حق يا روان. بيوت إخواننا إلها حرمتها زي بيوتنا إلها حرمتها. زي ما أنا ما بسمح لأهل جوزي يتدخلوا بحياتي، أنا لازم كمان ما أتدخل ببيت أخوي. بيت أخوي مش بيتي، بيت أخوي إله حرمته. سامحيني يا روان، سامحيني إذا دخلت فيكي. عطيت لحالي حق زيادة عن اللزوم. سامحيني حبيبتي. انتوا أمهاتنا التانيين، وانتوا كمان خواتنا حبايب القلب. انتوا بس لكل بيت له مفتاحه. بحبكم كتير. سامحينا يا روان، سامحني يا كرم. الله يرضى عليكم يما، الله يرضى عليكم. اللي بخاف على أولاده لازم يوسع قلوبهم، مش يضيقها زي ما ضيقنا عليكم. وبيت ابني مش مملكتي، هو عش الحب لإله ولعيلته. حبايب الكلب انتوا سامحوني عن جد ضيقت عليكم وخليتكم تعملوا مشاكل مع بعض. سامحوني. الله يخزيك يا شيطان، سامحوني. بيت ابنك له صاحبته، وبيت أخوك له احترامه. المحبة ما بتعني السيطرة، بل بتعني الاحترام والاحتواء. كوني أما وسندا
لا خصما ولا حاكما.